دلوقتي بقى واضح بنسبة كبيرة إن مايكل جاكسون اتقتل عشان فلسطين. خلينا اشرح لك الكلام عليه. سنة 1993 مايكل جاكسون كتب كلمات أغنية اسمها Palestine Don't Cry أو ما تعيطيش يا فلسطين، وكان ناوي يضمها لألبومه التاريخي هيستوري. وفعلا كلمات الأغنية دي ظهرت في مزاد جوليان المشهور واتباعت بمبلغ $10,000 وطبعا لمشتري مجهول. الفكرة بقى إن في نفس السنة ظهرت أول قضية اتهام لمايكل بالاطفال من جوردن تشارلز، والهجوم الشرس بدأ عليه فورا اول بس ما فكر يستخدم قوته وتأثيره العالمي عشان يدعم القضيه. وخلي بالك مايكل جاكسون في الوقت ده كان يعتبر اقوى سلاح اعلامي على الكوكب، وتأثيره كان مرعب على الناس لدرجه يمكن الجيل الجديد ده عمره ما يعرف يفهمها. القصه دي بتأكد ان اي حد في حجم مايكل جاكسون لو قرر يكسر القواعد العواقب بتكون اكتر من مجرد منع اغنيه. وخليك فاكر ان اخر تسجيل صوتي طلع للراجل ده كان بيكلم فيه الدكتور بتاعه وبيقول له ان في مجموعه من الناس اكبر حتى من الحكومه نفسها بيحاولوا يتخلصوا منه. والسؤال بقى، تفتكر فعلا مايكل جاكسون كان بيتحرش بالاطفال ولا القضيه متلفقه؟